يعني مسؤولين من السلطة. انتهى الوقت، ولكن باختصار شديد سيد الحسين مصدق في بضع ثواني لو سمحت، ما الرد المتوقع الآن من الجزائر على ما وصفت بأنها يد ممدودة من فرنسا لإعادة بناء هذه العلاقات وخفض مستوى التصعيد وتجاوز ربما هذه الأزمة؟ اعتقادي أن الجزائر هذا التصريح ليس جديد، ليس وليد اليوم والأمس، وبالتالي عنده تقريبا أسبوع. لا، أتحدث عن الرد المتوقع اليوم من الجزائر بعد تصريح إنها في العلاقات الدبلوماسية وزير الدفاع، بعد تصريح برونو غوتاي وزير الداخلية، بعد تصريح حتى الحكومة الفرنسية. هذه التصريحات التي تذهب وتنحو نحو التهدئة. أي رد متوقع من الجزائر؟ الدولة الجزائرية معروف أنها دولة مسالمة ومتسامحة، واعتقادي في العلاقات الدولية والدبلوماسية إنها دولة لا ترد اليد الممدودة، والجزائر لم ترفض، واعتقادي أنها ستتحاور معه، ستتناقش لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة. أشكرك. الجزائر لا ترد اليد الممدودة. سيد صالح حجاب، أختم معك بنفس السؤال، ما هو الرد المتوقع الآن من الجزائر على هذه التصريحات الفرنسية؟ وهل يمكن فعلا الذهاب نحو احتواء هذه الأزمة واحتواء هذا التصعيد؟ أنا أرد في اعتقادي كلمة السر التي ترجع السمن على العسل هي تراجع فرنسا عن دعم المغرب في قضية الصحراء الغربية. أما كل ما دونه هي أمور فرعية وأمور يعني كانت لن ترضي الجزائر. لن ترضي الجزائر، والكل يعلم هناك امور كانت يعني اكبر من هذا منذ سنوات، ولكن يعني الجزائر يعني سمحت. اما قضيه الصحراء الغربيه فهي تراها بوصلتها وتعادي كل من لا يدعمها. بمعنى أنك تبدو أكثر تشاؤما من ضيفي هنا في الأستوديو. أنا أشكرك جزيل الشكر سيد حسين مصدق، الباحث في العلوم السياسية. على كل نأمل أن يتم تجاوز هذه الأزمة سريعا عبر سكايب. أيضا كل الشكر جزيل لك من لوكسمبورغ السيد صالح حجاب، الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري. كنتما معنا إذن في فقرة وجها لوجه.